طول عمرنا متعودين دايما نبلع الأكل وبننسى الموضوع، بس عمرك فكرت تمشي ورا أول لقمة بتاكلها وتشوف إيه اللي بيحصل جوه جسمك؟ صلي على النبي بقى ويلا بينا مع حكاية جديدة من حكايات السكر مع دكتور سكر. بص بقى يا سيدي، من أول مضغة اللعاب بيبدأ يكسر في النشويات، تنزل اللقمة بتتفرم في المعدة وبتكمل طريقها في الأمعاء. هنا بقى الكربوهيدرات بتتحول لجلوكوز وبتدخل على الدم على طول. يعني رغيف العيش أو طبق الرز اللي قدامك ده مسألة وقت وجزء منه هيبقى سكر بيلف في عروقك. في الطبيعي بقى البنكرياس بتاعنا بياخد باله فورا، فبيبعت الانسولين ياخد السكر ده يدخله بقى جوه الخلايا علشان تقدر تتحرك وتعيش. بس بقى لو في مقاومة الانسولين السيناريو هنا بيتعقد شوية. نفس اللقمة اللي اكلتها نفس السكر اللي وصل للدم والانسولين حتى بيكون موجود، بس الخلايا قافلة بيبانها ومش بتستجيب. ساعتها البنكرياس بيعافر وبيضطر يعصر نفسه وبيطلع كمية انسولين اكبر بكتير علشان ينجز المهمة دي. في بقى فكرة مغلوطة مسببة رعب الناس كتير، وهي ان الاكل ده بيتحول لسكر. الحقيقة ان كلنا كبشر الاكل بتاعنا بيتحول لسكر. دي مش الازمة بتاعت مريض السكر، الازمة الحقيقية هي ان جسمك هيتصرف ازاي مع السكر ده. علشان كده تظبيط السكر عمره ما كان معناه انك تخاف من كل لقمة بتاكلها، معناه فعلا انك تفهم جسمك شغال ازاي وتختار الوجبة اللي تشبعك من غير ما ترهق البنكرياس وتدخله في معركة هو اصلا في غنى عنها. استنونا بقى في حكاية جديدة من حكايات دكتور سكر.